اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها على الاخبار والصفقات الموجوده عندنا. حلقه النهارده مهمه جدا، بنتكلم عن صفقات الاهلي وصفقات الزمالك. فاستاذنك من فضلك بعد اذنك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص يا سيدي، اول خبر معايا هو خبر صادم في الخبر وردود الفعل، يعني خبر صادم في الخبر نفسه ورد الفعل على الخبر تخليك تحس ان انت مجنون، يعني بتكلم شويه مجانين. بتتكلم عليها يا انس. بص يا سيدي، طبعا انت طالما محتاج لعيبه، في انديه تانيه محتاجه منك انت لعيبه. طول ما انت بتدور على اهداف معينه فانت هدف لناس تانيه. بتتكلم على ايه؟ بتكلم على الصفقات. الزمالك وصلوا عرضين عن طريق وكلاء عرض شفهي لاخوان الفينا بزايه اللاعب البرازيلي. العروض بتتكلم انها جايه من الدوري القطري عن طريق ناديين، وهو نادي الوقر القطري ونادي قطر القطري. العروض وحط تحتها مليون خط، مش عروض رسميه، عروض شفهيه وعروض جايه عن طريق وكلاء. العروض بتتكلم فين؟ في قصه 3 مليون دولار، ده قيمه التعاقد مع اخوان الفينا بزايه. فالزمالك بشكل قاطع ومستحيل ورفض رحيل اللاعب بشكل نهائي. فلما تيجي تتكلم والخبر ينزاع او في تسريبات الخبر، فبتبص على ردود افعال الزملكاويه. ففي بعض الزملكاويه بيتكلموا ايه؟ طب ايه يا جماعه، ما نبيعه ونسدد اللي علينا ونجيب لاعب احسن منه. تحس ان هو بيتكلم بمنظور واحد شايف فريقه كل سنه بيجيب له لاعب واثنين سوبر. ده انت من لعيبه حوالي 10 او 8 او 9 لعيبه، مش فاكر والله الزمالك كام جايب كام لعيب السنه دي. 2 منهم اللي مكسرين دلوقتي هو محمد اسماعيل و اسمه اخوان الفينا بالزاجي، بس هما الاثنين دول اللي مكسرين الدنيا. فانت دلوقتي تبيع اللعيب اللي حيلتك العكاز اللي انت بتستند عليه عشان تجيب مين بديل في السوق اصلا سوبر ستار هيديك اللعيب بتاعه في نص الموسم بالعقل اهو. خلينا نتكلم بقى، طالما انت شايف كده. طب ولو الزمالك معاه فلوس يقدر يجيب لعيب احسن منه، طب ما يسدد المديونات اللي عليه. فردود الفعل زعلان. فانت عشان تيجي تتكلم وتقول ابيع اخوان الفينا بالزاجه بعد المستوى اللي بيقدمه في الدوري المصري، فالزمالك مش هيقدر يتكلم ولا يقدر يناقش العقود غير لما العرض يتخطى ال7 أو ال8 مليون دولار وخدها على ضمانتي الشخصيه. بتتكلم ليه؟ فيجي يقول لك يا عم ايه؟ قالوا كده انز في زيزو وجاله عرض ب5 مليون دولار و بص يا سيدي، اولا زيزو عمل لعبه على الزمالك، كلنا عارفين الكلام ده. زيزو كان رافض الانتقال وكان بيصدر للجمهور ان عاوز يخليه في نادي الزمالك، دي اول نقطه. تاني حاجه ان زيزو كان فاضل له عقده في عقده سنه، تمام؟ فاضل له في عقده سنه. انت دلوقتي بالنسبه لك لاعب لسه عنده حوالي 22 سنه وانت مضيه عقد باربع سنوات. فانت الاول انت المتحكم الرئيسي في بيع اللاعب من عدمه. لعيب برازيلي، لعيب صغير في السن بيقدم مستويات كويسه بتقدر تسواه بشكل كويس. فانت النهارده لما تقدر تبقى جايب رقم يخليك تقدر تجيب لاعبين واثنين سوبر بنفس فلوسه، فهكذا بيفكر جون اودوارد ومسؤولين داخل نادي الزمالك. ففكره رحيل اخوان الفينا بزاجه عفوا مستحيله الفتره القادمه، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك الزمالك بيفكر في رحيل اللاعب. ده اول خبر معانا. تاني خبر ولازم احشره لك في كل حلقه لحد ما نوصل لفكره امضاء العقود، وهو حامد حمدان اللاعب الفلسطيني. بص يا سيدي، وخلينا نتكلم بمنطقيه بحته. الاهلي مزاحم الزمالك هو بيراميدز في الصفقه، ورغبه اللاعب زي ما قلت لك لحد النهارده وهي الانتقال لنادي الزمالك. هيطلع لك اخبار تقول لك ده اللاعب ما عندوش بيسموها انتماء ويروح للفلوس، ده اللاعب مش عارف ايه، ده اللاعب بيفضل الاهلي، ده اللاعب بيتكلم مع بيراميدز. ما كان الراجل يقدر يروح بيراميدز في بدايه الموسم، الراجل رفض وتمسك بنادي الزمالك. طب ايه اللي بيحصل يا اونز؟ يعني الكلام ده اكيد لو في اشاعه 25% منها صح، يبقى انت كده راجل فهمان. ليه؟ بص يا سيدي، الاهلي عنده مشكله في التعاقد او تجديد التعاقد مع اللعيب المالي اليو ديانج لحد اللحظه اللي بنلاقي فيها دي. عامه اليو ديانج ومحمد حمدان مع المنتخبات مع مالي وفلسطين، تمام؟ الاهلي بيتكلم مع اليو ديانج عاوز من الاهلي 1,800,000 دولار سنويا لتجديد التعاقد. الاهلي اخر عرض هيوصله لاليو ديانج وهو 1,500,000 دولار سنويا. هنا بقى تبان الفكره والتكايه. وخلي بالك نسيت اقول لك في الخبر الاولاني، مسؤول الزمالك والخبر اللي بيضايقني كل مره فاكرين ان العرض اللي جاي من قطر القطري او الوقر القطري وهو كوبري لرجوع للاعب مره ثانيه الى النادي الاهلي. سيبك بس في الحته دي وهنتكلم فيها قدام شويه. الكلام ده انا مش بلعه ومش فاهمه، لكن برضه خلينا نطلع قدام شويه. فحامد حمدان هو خير بديل لاليو ديانج داخل النادي الاهلي. الاهلي رقم واحد عنده هو اليو ديانج، تجديد تعاقد اليو ديانج. اليو ديانج في مشكله عليه بسبب زي ما قلت لك ان الراجل عاوز 1,800,000 دولار
لتجديد العقد مع الاهلي. في الناحيه الثانيه عنده وكلام موثوق وكلام انا عندي ثقه تامه بيه ان النهارده بيراميدز هيفتح كلام بعقد تاريخي الاليو ديانج لتجديد او للرحيل لبيراميدز مقابل كام؟ 5 مليون و200 ألف دولار. 5 مليون و250 ألف دولار. بنتكلم بيراميدز عرض على اللاعب في اول موسم 1.5 مليون دولار، الموسم الثاني 1.750 ألف دولار، والموسم الثالث ده على فكره عقد لمده 3 سنين ب 2 مليون دولار. فدي القصه. مين خير بديل لاليو ديانج غير حامد حمدان في الدوري المصري؟ كمان الاهلي بيبص لفكره ان اللاعب ده هيتأيد لاعب مصري. طب الزمالك وموقفه؟ الزمالك مستني رجوع حامد حمدان من المنتخب الفلسطيني لعقد جلسه وانهاء الموضوع بشكل رسمي. زي ما قلت لك واقولها لك تاني، الزمالك لو ما اتحركش بشكل اسرع واتحرك بشكل احسن من كده، قال بتاع حامد حمدان ممكن يكون قريب من الرحيل عن فكر نادي الزمالك. ليه؟ لان الفلوس بتغير النفوس، وحطها قدامك مليون مره، حطها تحتها مليون مره. تمام؟ حامد حمدان بنسبه كبيره الخناقه كل موسم على لاعب، وحامد حمدان هو خناقه الموسم. فانا بقول لك بالنسبه لي حامد حمدان الزمالك مستني عليه. واقول لك رايي، انت عندك لاعب بتحاول تسوقه، عندك لاعب بتحاول تسوقه. مين اللاعب اللي بتحاول تسوقه وعنده عرض فعلا رسمي؟ هو محمود جهاد لاعب نادي الزمالك اللي جاي له عرض من نادي فاركو، ولسهوله المفاوضات مع جون ادوارد لانه كان راجل ماسك شؤون لعيبه ومدير رياضي في نادي فاركو، فسهوله الرجوع هتبقى الموضوع سهل شويه. لكن بالنسبه لي تستغل فكره التفاوض مع حامد حمدان انك تعرض عليهم محمود جهاد اعاره من ضمن الصفقه. انا بقول لك والموضوع ممكن يمشي. محمود جهاد لعيب كويس، لكن الاصابات زي ما فهمتك في الحلقه اللي فاتت حالات دون تالقه داخل جدران نادي الزمالك. فقصه اليو ديانج وحامد حمدان مرتبطه ببعضها البعض. تمام. بص بقى، الزمالك رجع يبص على النواقص اللي عنده. لا، مركز الباك اليمين محتاج تدعيم، فيوجه انظاره لمين؟ طبعا من ابنائه. فالزمالك بيوجه انظاره للتعاقد مع احمد عيد الباك اليمين السابق لنادي الزمالك ولاعب نادي المصري الحالي. بالمناسبه عقد احمد عيد مع المصري هينتهي بنهايه الموسم، يعني في يناير يحق له انه يمضي لاي نادي. فالزمالك بيلعب على الوتر ده، لاعب زملكاوي سبق ولعب عندك. وخلي بالك احمد عيد كان قريب بشكل او اخر، وكان يعتبر وكان عندي معلومه انه خلص في الاهلي، لكن توقفت الصفقه. ليه؟ الله اعلم. لكن الزمالك بيوجه انظاره تاني للتعاقد مع احمد عيد. وبقولها لك الزمالك حتى يعني في خبر دلوقتي ان الزمالك متفق انه لو احمد عيد ومسؤول المصري، يعني مسؤول المصري، رفضوا انهاء او بيع احمد عيد للزمالك، فالزمالك هيمضي احمد عيد لاستقطابه في بدايه الموسم، لكن هياخد محاوله مع المصري في الانتقالات الشتويه اللي جايه اللي احنا فيها في شهر 1 دي. بص بقى، الملفات اللي بكلمك فيها دي، الملفات دي عاوزه سرعه في انهائها. ليه عاوزه سرعه؟ لان كل يوم في جديد والعروض بتتغير ساعه بعد ثانيه. الزمالك في الكلام اللي بكلمه لك في موضوع الصفقات وتسويق اللعيبه مش هيقدر يتكلم في اي حاجه او يخلص اي حاجه خليها مفاوضات شفهيه، لان الزمالك مستني ماتش ديسكو يونايتد وكايزر تشيف في الكونفدراليه اللي هيحصل بعدهم فتره توقف عملاقه، وهي فتره توقف بسبب افريقيا. فالزمالك بيحاول لحد لحظه يسوق اللعيبه بشكل ودي او شفهي، لان الزمالك مش عاوز يخرج بعض اللعيبه من تركيزهم بسبب ماتشين مهمين زي ما قلت لك بتاع ديسكو يونايتد وكايزر تشيف. لكن الزمالك عندنا معلومه بخصوص لاعبين مهمين. جات لي معلومه ان محمد مجدي قفشه هيكون موجود خارج النادي الاهلي باقصى تقدير في الانتقالات الصيفيه القادمه، لكن لحد اللحظه دي عنده عرض رسمي داخل مجلس اداره النادي الاهلي للتعاقد مع محمد مجدي قفشه من الاتحاد السكندري، اللي بالمناسبه الاتحاد السكندري بيحاول يجيب صفقات يعني بشكل كويس. بمعنى ايه؟ هو برضه مهتم بالتعاقد مع الاسطوره ناصر منسي. فلاعبين اتنين من الاهلي ومن الزمالك قرب قوسين من او ادنى من التعاقد مع الاتحاد السكندري، هو محمد مجدي قفشه وناصر منسي. بالمناسبه واقولها لك، لو الزمالك بيفهم، انا قلت لك في الفيديو الزمالك عاوز مصطفى ابراهيم لاعب الاتحاد السكندري المدافع. بالمناسبه كمان الزمالك، وده خبر انا مش محبذه، بيفكر في قطع اعاره مصطفى الزناري لانه عنده اعاره. لكن بالنسبه لي انا مش مع رجوع الزناري لان ما قدمش مستويات كويسه داخل الزمالك.
لو مصطفى ابراهيم ده مدافع كويس فتمنى الزمالك يخلص فيه، لكن انك تخلص ناصر منسي اعاره وتجيب مصطفى ابراهيم وتكمل عليه او بيع حتى ناصر منسي، انا مش زعلان. بالمناسبه الاهلي بيحاول حاليا انه يجيب لعيبه صغيره في السن زي اللاعب اللي انا قعدت اصرخ عليه كتير وهو عمر فايد واياد العسقلاني، لكن القريب مين والاخبار المتداوله مين؟ هو عمر فايد. وقلت لك بالمناسبه اياد العسقلاني ده مضى في الاهلي، يعني هو ماضي قبل كده في الاهلي. قلت لك في الفيديو اللي فات الاهلي عاوز محمود الجزار بتاع البنك الاهلي، وقلت لك ان الجزار فري. النهارده طلعت اخبار ان البنك الاهلي جدد تعاقده مع الجزار. فالموضوع دلوقتي بقى سهل على الزمالك. ليه بقى سهل على الزمالك؟ لان دلوقتي عندك بعض اللعيبه اللي انا كنت عليهم في الفيديو اللي فات زي عواد، صلاح الدين مصدق، محمود جهال، سيف فاروق جعفر، شيكو بنزا، ايشو، وسيف الدين الجزيري ومعالي. تقدر تدي اي لعيب فيهم للبنك الاهلي زي ما حصل وخدت منهم احمد ربيع مقابل انتقال مصطفى شلبي. تقدر توفر اي لعيب يحتاجه البنك الاهلي من الليسته اللي انا كنت فيها الفيديو اللي فات مقابل التعاقد مع الجزار. بالمناسبه محمود الجزار مدافع متميز والاهلي حط عينه عليه. اللهم بلغ اللهم فاشهد. في النهايه انا عاوزك تقول لي رايك بخصوص انتقال بيزيري، هل انت موافق على انتقاله او رحيله ام لا؟ وعاوزك تقول لي الصفقات اللي تتمناها داخل نادي الزمالك الفتره الجايه، وانا وعد مني اقول لك في الفيديو في بدايه الفيديو اللي جاي. خلي بالك الزمالك عنده برضه ماتش مهم قدام ديسكو يونايتد يوم الاحد القادم. اسبوع واحد هيغير او حوالي شهر هيغير شكل الزمالك. ليه؟ بالمناسبه لو احمد عبد الرؤوف قدم ماتشات كويسه قدام زيسكو يونايتد وكايزر تشيفو واعتقد في ماتش كمان قدام سموحه، ده هيديله الكفاءه انه يكمل ذاك نهايه الموسم. لكن لو حصل عكس كده الزمالك مطالب بضروره التعاقد مع مدير فني اجنبي، وانا بقولها من دلوقتي يتعاقد مع مدير فني اجنبي يكون سي في قوي، وخلي احمد عبد الرؤوف مدرب مساعد يكتسب خبرات عشان لما تحتاجه يكون موجود وعنده خبره، ويحط تحت عنده خبره مليون خط. في النهايه مستناك في الكومنتات، وان شاء الله اشوف حلقه جديده والسلام.